يا الله. طبعا اليوم جايب لكم سالفة لا صايرة ولا دايرة بتاريخ العالم. راح أضرب لكم مثال على مود أهيئكم للسالفة اللي ما صايرة ولا دايرة. لو كان هناك رجل دين كبير أو خطيب حسيني مشهور، وهذا الخطيب صاعد على المنبر وجاي يخطب بالناس وجواه قاعدة آلاف الناس، وإذا به يخرج منه ريح عالي. إيش رأيكم موقفه؟ وشنو موقف الناس اللي قاعدة جواه؟ أنا بالنسبة لي ينتحر هذا الخطيب قبل يشم روحه من المنبر، ينتحر. فكيف إذا كان هذا الشخص هو خليفة المسلمين، خليفة المؤمنين، وقاعدة جواه آلاف الناس، وهو صاعد على منبر رسول الله وإذا به تخرج منه ريح عالية. شنو موقفي وشنو موقف الناس اللي جواه قاعدين؟ تعرفون من هذا الشخص؟ تعال شوفوه. والله رواية معاوية على المنبر في يوم الجمعة وضرط ضرطة عالية جدا. أوف، ينعل شكلك. طبعا صراحة أول ما سمعت هذه الرواية ما صدقتها، لأن صادفت بيوم أرادوا يعرضون مسلسل معاوية، فقلت هذا الشخص كتب هذا الكلام من باب الاستهزاء بشخصية معاوية أو الاستصغار من شخصيته. لكن العجيب هو كاتب المصدر جوا. قلت ليش ما أدور على المصدر على مود أكون على بينة من أمري، على قول طبع الشيباني. المهم أخوان، لكن لما دورت على المصدر تفاجأت لقيت الرواية موجودة وبأسانيد صحيحة. خلونا نقرأ الرواية كاملة أنا وياكم. في كتاب كامل البهائي صفحة 325 يقول المأموني السني في كتابه الحاوية بأسانيد صحيحة أن معاوية خطب يوم الجمعة فأفلتت، الظاهر مو من إرادة الرجال، مكثر ماكل فاصولي، فأفلتت منه ريح عاصفة، هذا زلزال مو، فبان الانكساف في وجوه الحاضرين بسبب أن معاوية فعل هذا الفعل القبيح على المنبر. فقطع هذا الوكح الخطبة مالته وقال الحمد لله، يقول لك يبرر نفسه، الحمد لله الذي خلق أبداننا وأسكنها أرواحنا وجعل فيها رياحا وجعل خروجها للنفس راحة، فربما اختلجت في غير أوانها وانقلبت في غير وقتها، فلا جناح على من جاء منه ذلك والسلام. يقول لك فقام صعصع بن صوحان العبدي وقال صدقت يا معاوية، إن الله خلق أبداننا وأسكنها أرواحنا وجعل فيها رياحا وجعل خروجها للنفس راحة، ولكن جعل إرسالها في الكنيف راحة، وعلى منبر رسول الله بدع وقباحة. ثم قال يا أهل الشام قوموا فقد خرأ أميركم حتى صلاتكم بطلت. المهم أخواني، العجيب بالأمر الأخوة السنة لما سمعوا هاي السالفة مال معاوية لما بعرهب على المنبر أبد ما انطوي، وحتى الرذيلة حولوها إلى فضيلة، وحتى المثلبة يحولوها إلى منقبة، حتى قالوا بأن نظرات معاوية خير من الاستماع إلى الموسيقى. وحتى العرعور لما سألوه عن سالفة معاوية قال لهم وشكوا به، أليس النبي دعا على معاوية وقال لا أشبع الله بطنك يا معاوية؟ فهذا دعاء النبي لمعاوية، فمعاوية مثل ما تقول عندما يخرج الريح على مود يفسح مجال للأكلة الأخرى. المهم أخواني، قطعنا سالفة الشيخ بخير، كمل شيخنا كمل. والله رواية معاوية على المنبر في يوم الجمعة وضرط ضرطة عالية جدا، فقال الحمد لله الذي جعل لنا أبدانا وفيها رياح فنخرجها. قام لصعصعة قال له الحمد لله الذي جعل لنا أبدانا وفيها رياح نخرجها في الكنيف، يعني بالتواليت، مو هنا بطلت صلاتكم قوموا. أقول هسه بهذا الفيلم راح يطلعون ضرطة معاوية لو لا؟ شيخنا أبشرك، حتى المسلسل لغوه، الظاهر المخرج راد يطلع ضرطة معاوية، بس الظاهر اختنق منها ومات وما كمل المسلسل. والله